السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، شرفتونا ونورتونا وحشتونا جدا. في اعتذار لازم، يعني الاعتذار ده لازم، والله الاعتذار ده لازم لازم لازم، الاعتذار ده ضروري. الاول ادعمونا بلايك وشير على صفحتكم عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. سيبوا لنا كومنت لطيف من اخواتنا وحبايبنا، الناس اللطاف اللي معانا على الصفحة، كل جمهور اهلي، كل الناس اللي بتتابع كورة. نورتونا جدا، ودعمونا يا جدعان شوية، ادعمونا بلايك وشير وكومنت من الناس حبايبنا. في اعتذار لازم، والله اعتذار، انا مدين بالاعتذار ده شخصيا يعني. ليه؟ رامي ربيعه على المستوى اللي بيقدمه لنا، رامي ربيعه بصراحه يستحق الاشاده بكل الطرق. رامي احنا كل الناس الموجوده كان فيه يعني هجوم على رامي ربيعه كان مبرر. يعني انا كنت اول واحد، يعني انا ما كنتش احب اشوف رامي ربيعه لاخطاء دفاعيه كانت ساذجه في بعض الاحيان، اخطاء ما كانتش مبرره. الراجل المفروض على المستوى الفني عالي، والراجل كان المفروض في تجربه احترافيه، وراجل عنده من الخبرات ما يكفيه انه يتلاشى اخطاء زي دي. فاحنا رامي ربيعه احنا بنقدم له كل اعتذار والله، ورامي ربيعه بيقدم مستوى عالمي. رامي الفتره اللي فاتت عن مستواه الدفاعي زاد في موضوع تسجيل اهداف، ودي حاجه تحسب له. وزي ما كنا احنا بنهاجم رامي، جه الوقت ان احنا نشيد برامي، نقول ان احنا عندنا احسن مدافع موجود في مصر حاليا بعد خروج محمد عبد المنعم لنيس الفرنسي. رامي حاجه كده، لما بتحس ان اللاعب بيطور من نفسه بتتاكد ان اللاعب في ايديه كل حاجه. يعني رامي هو اللي كان في ايديه مستواه الوحش، ورامي دلوقتي هو نفسه رامي اللي كان في ايديه انه يحول مستواه 180 درجه. يعني العائد من الموت رامي فعليا، بالنسبه لي انا رامي عائد من الموت. رامي كان حاجه في غايه السوء، اصبح حاجه في غايه الروعه، وامكانيات رهيبه، تكمله هجوميه تحفه. رامي بصراحه يستحق كل الدعم وكل كل الاشاده، لان هو غير من مستواه كتير جدا. تاني حاجه، مباراه العوده مع جورماهيا، المفروض ان احنا بنامل يعني ان مارسيل كولر يكون فيه شويه تغييرات، والاخبار اللي طالعه من النادي الاهلي ان هيكون فيه شويه تغييرات في التشكيل وفي نظام اللعب. مباراة العودة بتاعت جورماهيا هتكون آخر مباراة قبل السوبر الأفريقي. الناس بتستعد بكل قوة، الناس بتركز، احنا فرقتنا جاهزة، وإن شاء الله بإذن الله المباراة هنطلع منها فايزين إن شاء الله ومتوجين بكأس السوبر الأفريقي. بس احنا كنا نتمنى ان مصر الكرة يعني يعمل شوية تعديلات في الفرقة، ويدي بعض الناس اللي عليهم علامات استفهام، عشان خاطر نخش المباراة جاهزين بأكبر عدد من اللعيبة. الحاجه الثالثه، في شيء قسما بالله، الاعلام في مصر والسوشيال ميديا في مصر حاجه غريبه. ايه الهجوم الغير مبرر اللي عطيه الله؟ الراجل بيلعب اول مباراه وبيلعب في افريقيا قسما بالله في ملعب لا يصلح حتى ان احنا نقعد فيه قعده عاديه. ايه الهجوم الغير مبرر والغريب؟ والجهاز الفني والاداري واللعيبه امبارح، والاخبار اللي طالعه ان هم بيدعموا الراجل وبيتكلموا عنه كويس وان هم واقفين في ظهره، ده طبيعي. انا بالنسبه لي مستوى الدفاعي كان ممتاز ليحيى عطيه الله بالنسبه لاول مباراه للاعب بيلعب معاك وبيلعب في افريقيا. ملاعب افريقيا يعني لعبتنا لعبت فيها 900 الف مره، وما زالت الملاعب لا تصلح لعب الكوره. فانتوا على اي اساس فاحنا بندعم من هنا، بندعم من ناحيه عطيه الله، وفي ظهره وفي ظهر اي لاعب بيلبس تيشيرت النادي الاهلي احنا في ظهره وبنسنده. احنا اكبر جمهور موجود في القاره، واكبر جمهور موجود في مصر. احنا بندعم يحيى عطيه الله، بنقول له انت لاعب كبير يا يحيى، واحنا وراك، واحنا ما شفناش منك غير كل حاجه حلوه، بندعمك والاحسن ان شاء الله. من الاخبار الحلوه اللي الواحد سمعها والواحد مبسوط عشانها، هو اخلاء سبيل احمد فتوح. احمد فتوح على المستوى الفني من الناس الحريفه جدا، ومن اللاعبين اللي انا بحبها على المستوى الشخصي. فتوح من الناس اللي كان الواحد الازمه اللي هو فيها كانت مضايقه كل الناس. فتوح من الناس طيبه، فربنا كرمه باخلاء سبيل، وهيبقى له تاجيل الحكم اليوم 22. الكلام متداول، والاخبار اللي طالعه ان اهل المتوفي رافضين موضوع الديه ورافضين موضوع الصلح. احنا بنقول يا رب يا رب، احنا طبعا احنا مش في مكانهم، الله يرحم اللي توفى ويطلع الموجود حي من محنته، لان احنا مش مكان الناس عشان ما نحكمش عليهم. احنا مش مكان الناس دي، ناس حد من افراد العيله عندهم رجع لهم قطع، فاحنا مش بنهاجم الناس. بس طبعا احنا مش حابين يكون مستوى لاعب كبير زي احمد فتوح يضيع، فالناس دي تتراضى، والناس دي تشوف مع الناس تشوفهم هم عايزين ايه. والله يرحم موتانا جميعا يا رب. الحاجه الحلوه في موضوع احمد فتوح كمان غير خروجه، هي الدعم النفسي اللي بيقدمه حسين الشحات وكهربا وامام عاشور على الانستجرام، او سواء على التواصل مع فتوح. لعيبه الاهلي بتدعم احمد فتوح في محنته. يا رب يا احمد يفك محنتك، لان انت من الناس الرجاله، والناس اللي الجمهور عموما بيحبها جدا.
في حاجات بس نقطه غريبه كده بالنسبه لاداره نادي الزمالك والرئيس السابق نادي الزمالك. الناس بيتاجروا بقضيه احمد فتوح النهارده. الراجل طالع يقول لك اصل الاداره الحاليه ما وقفتش جنب احمد فتوح وجابوا اتنين في مكانه وهم كانهم مش عايزينه. دي حاجات قضائيه، دي حاجات ما ينفعش ومحدش يقدر يتدخل فيها. كل الدعم لفتوح، كل الناس دعمت فتوح ومحدش يطلع يتاجر بحاجه زي كده. يعني راعوا ظروف الناس اللي عندها حاله وفاه، راعوا ظروف نفسيه اللاعب اللي زمانها سيئه جدا. ما يبقاش التعامل بالشكل ده. يعني لا عتاب ولا ملامه على كل ما يحدث في المنظومه الرياضيه ومنظومه السوشيال ميديا بالذات. النهارده في شويه حلويات، في شويه سكريات، في شويه حاجات من تفتح النفس. النهارده الملكي هيلعب، النهارده ريال مدريد هيلعب مع شتوتجارت الالماني الساعه 10 في اولى المباريات بتاع دوري ابطال بالنظام الجديد. ليفربول والحل اللي ظهر بقى اخر مباراه هيلعب النهارده مع الميلان برده الساعه 10. في النهارده كمان الريان القطري، الريان القطري هيلعب مع الهلال السعودي قمه في دوري ابطال اسيا. دي هتبقى الساعه 7. طبعا هنتابع المباراه دي عشان خاطر ابننا محمود حسن تريزيجيه اللي بيقدم اداء ولا اروع مع الريان واداء ولا احلى مع المنتخب ويستحق مننا كل الدعم. لان تريزيجيه واصل فتره يعني الاوج عطائه زي ما بيقولوا. تريزيجيه بيقدم مستويات فنيه عاليه جدا، فاحنا مع تريزيجيه. الحاجه الاخيره بس ان انا مبسوط وفرحان بيها جدا اكتر من اي حاجه اللي هنختم بيها النهارده هو صفقتنا الجديده بيرسي تاو بس يحس بالضغط بيبدا يطلع كل اللي عنده. بيرسي تاو يا جماعه والله عايز تعامل ذهني معين. بيرسي تاو احنا لو كنا جبنا صفقه جديده ما كانتش هتبقى على المستوى الفني بتاع بيرسي تاو. الراجل جاي من الدوري الانجليزي، جاي من صن داونز. بيرسي تاو متاسس صح، بيلعب كره صح. بيرسي تاو بس كل اللي محتاجه ان احنا نتعامل معه بطريقه ذهنيه، بطريقه نفسيه معينه. مبروك على صفقه بيرسي تاو الجديده، انا بعتبرها صفقه جديده لان الراجل كان ماشي وقعد وبيقدم مباراه ولا